بصراحة كده يا بنات، انا عاوزة اقول لكم على حاجة بس ما تضحكوش عليا. انا اول ما استخدمت المراتب دي كنت مستغربة، بقول ايه الزراير اللي حاطينها لي في الجناب بتاعة المراتب دي؟ لا، ومش زرار واحد دول حاطين لي 4، 2 من الناحية دي و2 من الناحية دي. كنت مستغربة قوي. وبعد كده اكتشفت ان هما مش زراير، واكتشفت ان هما لهم استخدام مهم قوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احلى متابعين، عاملين ايه؟ وحشتوني كتير. للناس اللي بتشوفني لأول مرة، معاكم سلمى، ودي قناتي، قناة سلمى الحسيني، اللي بقدم فيها كل حاجة تخص البنات. النهاردة يا بنات انا حابة اشارك معاكم اهمية الفتحات اللي بتكون موجودة في كل مرتبة، وازاي بنستخدمها. كل مرتبة سوسة سفنج بيكون فيها 4 فتحات، اللي هم دول شايفينها يا بنات، اللي هي دي. كل اتجاه من المرتبة كده، الناحية اليمين بيكون فيها 2 فتحتين، والناحية الشمال بيكون فيها فتحتين. الفتحات دي اسمها فتحات تهوية. طيب الفتحات دي احنا بنستخدمها في ايه؟ طبعا المرتبة بتكون لما تراب، ماشي، احنا بننضفها وكل حاجة، بس بيبقى فيها برضو من جوه، في السوست من جوه كده بيبقى فيه تراب احنا مش قادرين نوصله، تمام. فالفتحات دي احنا بننضفها باستخدام المكنسة بالكهرباء. بتنضف المرتبة، بتشفط منها كل التراب اللي بيكون موجود فيها. طبعا لما بيكون في تراب متكون في المرتبة بيخلي ريحتها مش كويسة، وكمان التراب ده هيطلع على جسمنا وهيعمل لنا حساسية، وهيبقى فيه هرش وحاجة مش حلوة خالص. فلازم ننظف الفتحات دي في المرتبة، يعني مثلا كل فترة كده، على حسب انت ما بيدخلك تراب عندك في شقتك، نظفي الفتحات دي. تعالوا مع بعض ننظفها ونشوف هننظفها ازاي. التنظيف يا بنات بيكون عبارة عن ايه؟ انا بجيب المكنسة بالكهرباء بتاعتي، بشيل منها اي وش، بسيبها كده على طول من الماسورة منها للفتحات، وبحط الماسورة على الفتحات كده، وببدأ اشغل المكنسة، تمام. طبعا لما بعمل الحركة دي بعملها على ال4 فتحات. عايزة اقول لكم ان الحركة دي بتفرق جدا. لو المرتبة هبطت منك شوية ولا حاجة، هتبص لها ترجع ترتفع تاني، وهتبصي تلاقي ريحتها، لو في ريحة كمكم ولا حاجة مكان التراب هتلاقيها احسن. انا عايزه اوريكم بقى عملي كده، نشوف مع بعض ازاي انا بشغل المكنسه وازاي بنظف بيها المرتبه. خليكم معايا. يلا بقى يا بنات، انتوا كمان قوموا نضفوا المراتب بتاعتكم من فتحات التهويه ديت زي ما وريتكم بالظبط. وكل اللي عجبه الفيديو يعمل لايك وسيبولي كومنت، وشيروا الفيديو مع كل حبيبكم عشان يستفيدوا منه ان شاء الله. واستنوني في حاجه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.